اقسم بالله عيب لو متابعني لحد دلوقتي وما بتعرفش تعمل برزنتيشن. انا فاهم كويس جدا وحاسس بيك وعارف ان البرزنتيشن اتقل حاجه على قلبك لما بتيجي الميتنج مع العميل وتقعد تشرح له، والهواجس بقى اللي بتجيلك قبل ما تبدا تشرح. ممكن يطلع زي العميل اللي فات سلبي، ممكن ما يشتريش، ممكن يقول لي انت مش مذاكر كويس، ممكن يقول لي انت ما حضرتش كويس، ممكن افكار كتير جدا على البرزنتيشن بتخليك يعني اللي هو انا مش عارف ايه اللي هيحصل. هل انا هعرف اعمل برزنتيشن كويسه ولا لا؟ طب هل الشخص هيشتري ولا لا؟ طب هل كل دي اسئله، وانا جايب لك الحل باذن الله. ليه؟ لان بفضل الله انا قعدت 8 سنين ما بعملش في حياتي غير، اقسم بالله، غير برزنتيشنز بس. جروب برزنتيشن اوف لاين، جروب برزنتيشنز اونلاين، برزنتيشنز 1 تو 1، برزنتيشن 3 تو 1، اي حاجه تتخيلها حصلت معايا. عشان كده انا جايب لك عصاره خبره 8 سنين بعمل برزنتيشنز بس في حياتي. ان شاء الله باذن الله هتطلع منها يعني فاهم كويس جدا جدا. لان زي ما اتفقت معاك ان الكورس بتاع النهارده او الدرس بتاع النهارده هيكون هقول لك ازاي تقدر تخش الميتنج من اول سلام عليكم لحد الكلوزنج، وكمان ترم ازاي للفولو اب. كل ده هنعرفه مع بعض النهارده ان شاء الله باذن الله. ولكن خلينا نفكر الناس عن الثلاث دروس اللي فاتوا، لان احنا نهينا المره اللي فاتت المرحله الاولى من الكورس وكانت هي الاساسيات. اتكلمنا عن السيلز العادي والسيلز اللي بيبيع قيمه، اتكلمنا عن ازاي تفهم السوق وازاي تفهم العميل بتاعك اصلا. والدرس الثالث كمان اتكلمنا فيه عن السكيلز او المهارات اللي انت محتاجها عشان خاطر تقدر توصل للعميل كل الفكره بتاعتك. ولكن احنا عايزين ناخد الكلام ده ونطبقه على الشكل العملي وهو فكره البرزنتيشن. يلا بينا نتعلم ازاي تعمل effective برزنتيشن بعد الانترو. أنا بعمل اللي بعمله ده علشان أسيب أثر، يمكن كلمة تغير حياة، يمكن لحظة تبني إنسان، والنية دايما رضا ربنا وبس. قبل ما ندخل في الموضوع عايزك تكون متأكد بس انك عامل سبسكرايب للقناة ومفعل زر الجرس عشان يوصلك اي درس من الدروس اللي بننزلها في القناة عموما، سواء في الكورس ده او في الكورسات التانية اللي احنا بنقدمها على القناة في الفترة اللي جاية ان شاء الله بإذن الله. عايزين قبل ما ندخل في صلب الموضوع، قبل ما تخش تعمل البرزنتيشن، عايزك في 3 حاجات مهمة جدا تدرب عقلك عليهم قبل ما تدخل تعمل اي برزنتيشن لأي حد. اوكي؟ طيب، اول حاجة وهي ايه؟ هي الفيكتوري مايند سيت، عقليه الانتصار بتاعتك. لو انت دخلت اي برزنتيشن في الدنيا وانت داخل بتفكر في السلبيات والحاجات اللي حصلت لك مع العملاء اللي كانوا نيجاتيف قبل كده، صدقني انت كده مش هتبيع. ليه؟ لان عقلك داخل مقتنع ان انت مش هتبيع، ومقتنع ان انت هتقابل نيجاتيف. ليه؟ لان ده يودينا للحاجه التانيه اللي انا عايز تبقى مهيئ عقلك عليها. في حاجه كده في البيزنس بتقول لك what you think what you get. يعني ايه؟ يعني اللي حضرتك هتفكر فيه حضرتك هتلاقيه بمنتهى البساطه. بمعنى، اقسم بالله العظيم كل البرزنتيشنز اللي انا دخلت عملتها، اي برزنتيشن كانت حالتي النفسيه مش افضل حاجه قبل ما ادخل اعمله، ببساطه شديده كنت بلاقي كل السلبيات اللي انا فكرت فيها قبل ما ادخل اعمل برزنتيشن هو كده اللي هتفكر فيها هتلاقيه. عشان كده فيكتوري مايند سيت مهم جدا انك تبقى داخل وعارف ان انت ان شاء الله باذن الله هتجيب جون وهتقدر تحقق التارجت اللي مطلوب منك. رقم 2، لازم تفكر ان انت هتقابل عميل ايجابي فهتلاقيه ايجابي في قلب الميتنج. وهنا عقلك بيعمل حركه كده بنت لذينه انت مش واخد بالك منها. ليه؟ لان انت ممكن تكون دلوقتي قاعد قدام الشاشه بتقول لي يعني يا محمود انا لما افكر ان العميل هيبقى ايجابي هلاقيه ايجابي. ليه بقى؟ لان اولا هتحضر كويس جدا جدا جدا، تمام؟ لان لو عميل ايجابي انت هتهتم بيه بمنتهى البساطه، فلازم تحضر كويس جدا، تمام؟ ده رقم واحد. رقم 2، هتركز على ان العميل ياخد القيمه الحقيقيه من المنتج وتركز على النيد بتاعته. وفي حته نفسيه كده ما بينك وما بين نفسك، هو انا رايح اعمل برزنتيشن دي عشان اجيب فلوس؟ حضرتك رايح تعمل برزنتيشن دي عشان خاطر تعمل فلوس. كلنا بنبيع كل حاجه في الدنيا عشان خاطر احنا عايزين نكسب فلوس. بلاش الحته الحساسيه بتاعت انا مش عايز الناس تشوفني مادي. هو معلش الدكتور بينزل من بيته يعني يكشف على عيانين ليه؟ ما عشان يجيب فلوس. المهندس بيروح يبني عمارة ليه؟ ما عشان يجيب فلوس. كل واحد شغال عشان يجيب فلوس. حضرتك مهمتك ان انت تجيب القيمة للعميل بتاعك وتدور على النيد بتاعه وتوصلها له، ومقابل الخدمة اللي انت عملتها دي حضرتك بتكسب قدامها فلوس. فدي حاجة لازم تبقى عندك نفسيا قوية جدا جدا قبل ما تدخل تعمل اي برزنتيشن. النقطة رقم 3 قبل ما تدخل تعمل اي برزنتيشن، وهي قاعدة مهمة جدا جدا، اسمها ايه؟ who needs who more. مين محتاج التاني اكتر؟ لو انت داخل وشايف انك محتاج الكلاينت بتاعك اكتر، صدقني هيحس ده، هيبان في عينيك.
هيبان في ارتعاشك وانت بتتكلم، هيبان في البادي لانجوج بتاعتك، هيبان في قد ايه انت شخص ويك، شخص ضعيف جدا وانت داخل تعمل برزنتيشن. يا باشا، اي حد بيشتغل اي شغلانه في الدنيا الموضوع طول الوقت بيبقى ماشي وين وين، انت هتكسب وانا هكسب. ما تخليش ضغط التارجت بتاعك وضغط ان انت لازم تقفل عشان خاطر تبيع، ان انت يحسسك ان انت محتاج العميل. العميل لو ما كانش محتاج الخدمه بتاعتك، لو ما كانش محتاج ال سوري المنتج بتاعك، صدقني اقسم بالله العظيم ما كان هيجي. على فكره، حتى العميل اللي ممكن يخش يسالك على حاجه ويختفي بعدها، ده محتاج الحاجه بتاعتك وبيستفسر عنها، بس ممكن يكون ماديا مش جاهز دلوقتي، ممكن يكون خجول بزياده مش عايز يكلمك بكل صراحه، ممكن يكون حاجات كتير، مش لازم يكون نيجاتيف. ففي اوقات كتير جدا عقلك بيرسم ان في عملاء نيجاتيف وهم مش نيجاتيف اصلا، هم محتاج يتعمل عليهم فولو اب مش اكتر من كده، محتاج ان هم يدخل لهم دخله صح، وده هنناقشه في الفيديوز والدروس اللي جايه. مهم جدا بالنسبه لي ان انت تعمل الثلاث حاجات دول: فيكتوري مايند سيت، وين وين سيتويشن، وتالت حاجه هو نيدز هوم تكون ظابطها عندك بالمقام. تعالى بقى ندخل على البرزنتيشن نفسها. البرزنتيشن هنقسمها لثلاث اقسام: قبل البرزنتيشن، واثناء البرزنتيشن، وبعد البرزنتيشن. بالنسبه لي خطوه مهمه جدا جدا قبل البرزنتيشن. خلي بالك، الخطوه الاهم مش اثناء البرزنتيشن، الخطوه الاهم قبل البرزنتيشن وبعد البرزنتيشن. هتقول لي ازاي؟ هجاوبك حالا. قبل البرزنتيشن في شويه خطوات مهمه جدا جدا لازم تكون عاملها، لان اثناء البرزنتيشن هم دول العشر دقائق اللي هتقنع فيهم العميل اللي انا قلتها لك على الصوره بتاعه الفيديو اللي انت شفتها، وبناء عليها قررت ان انت تخش تشوف الفيديو ده. بس قبل البرزنتيشن وبعد البرزنتيشن دي الحاجات اللي هتخلي العميل يقتنع اصلا في العشر دقائق اللي هم اثناء البرزنتيشن. طب قبل البرزنتيشن محتاج رقم واحد، محتاج تهيئ العميل. يعني ايه اهيئ العميل؟ خد في بالك حاجتين. ممكن حضرتك تعمل انفيتيشن لنوعين من العملاء: نوع هيبقى عارف انت هتتكلم عن ايه، وده غالبا هيبقى جاي متهيأ، والنوع التاني هيبقى مش عارف اصلا انت هتتكلم عن ايه. اوكي؟ طيب، النوع اللي مش هيبقى عارف انت جاي تتكلم عن ايه غالبا بيكون جاي في دماغه تساؤلات كتير جدا، عشان كده لازم تهيئه وتقول له على وقت الميتنج اللي هتقعدوه مع بعض، مكان الميتنج فين، ولازم تعرفه ان وقت الميتنج ده ما ينفعش تتأخر عليه عشان خاطر انا هبقى مفضي نفسي لحضرتك. ده مهم جدا في تهيئة العمل. تاني حاجة في قلب الميتنج، مهم جدا قبل اي ميتنج تبقى عارف ان انت ما ينفعش تقعد على ترابيزة غير مع ثلاث اشخاص، مش اكتر من كده، واحد او اتنين او تلاتة. ليه؟ لان اكتر من كده حضرتك هتقلبه جروب برزنتيشن. اوكي؟ لازم تكون مركز جدا جدا كمان في ان الثلاث اشخاص دول يكونوا ناس ايجابيه عن الكلام اللي انت هتتكلم فيه. ليه؟ لان ببساطه جدا حضرتك ممكن تجيب شخص نيجاتيف في وسط اتنين بوزيتيف، هو يقلبهم نيجاتيف بسبب سؤال ممكن يساله. فببساطه جدا حضرتك لازم تركز جدا في ان الناس دي تكون ايجابيه وتكون ثقافتها شبه بعضها. يعني مثلا ما تروحش تجيب لي حد والله مثلا ايه كلاس مع حد مثلا ممكن يكون موظف في وظيفه بسيطه جدا، مع احترامي لكل الناس، ولكن ده هتكلمه باسلوب وده هتكلمه باسلوب تاني خالص، فما ينفعش تقرب المسافات دي من بعضها في قلب اي ميتنج. النقطة اللي بعد كده مهمة جدا، لازم تتأكد انك انت محضر الادوات بتاعتك صح. اللابتوب جاهز ومشحون، او يكون متوصل في مكان يكون فيه كهرباء، البرزنتيشن بتاعتك جاهزة عليه عشان خاطر ما تتحطش في موقف محرج في قلب البرزنتيشن. كمان لازم تكون بتختار مكان هادي ومناسب. ما تروحش مثلا لو انت ما عندكش مقر هتقعد فيه وهتنزلوا مثلا تتقابلوا في كافيه، ما ينفعش تروح تختار لي كافيه هو دوشة جدا، يبقى العميل مش سامعك ومش مركز معاك بسبب اللي بيتقال. النقطة اللي بعد كده مهم جدا جدا، هيئتك انت بقى الشخصية. ما ينفعش تكون بتتكلم مثلا لو هندي اكزامبل على العقارات، ما ينفعش تتكلم عن ريل استيت وحضرتك رايح مش مهندم. العميل مش بيشتري الوحدة، العميل بيشتري من وشك انت، من شكلك انت، من هيئتك انت. لازم ريحتك تكون كويسة جدا، لبسك يكون مهندم جدا، شكلك يكون مهندم، شكلك فعلا فعلا شخص محترف رايح فعلا فعلا يعمل ميتنج. لان خلي بالك، العميل ممكن ياخد ويحس وياخد انطباع كده عن ان حضرتك مش محترمه، فبالتالي انت مش جاي مهندم، فبالتالي هو مش هيقرر يشتري. فاحترامك للعميل بيبدأ من اول هيئتك انت الشخصية والتحضيرات اللي انا بقول لك عليها. النقطة اللي بعد كده مهمة جدا 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 ولازم تاخد بالك منها، وهي فكرة ان انت بقى اللي ما تتأخرش عن الميتنج. لازم تكون موجود في المكان اللي هيتعمل فيه الميتنج قبل الميتنج ب10 دقايق على الأقل، مش أكتر من نص ساعة. ليه؟ لأن ببساطة جدا لو حضرتك اتأخرت على العميل، في عملاء هيحسوا إن ده
قله احترام، مش هتبقى فاكر ان انت كده كاريزما، مش هيشوف ان الموضوع بالنسبه لك ان انت حصل لك ظرف، مش هيشوف اي حاجه، هيشوف حاجه واحده بس، ان حضرتك ما احترمتوش. فبمنتهى البساطه لازم تكون موجود قبل الميتنج ب 10 دقائق او نص ساعه ماكسيمم. ليه بقول لك نص ساعه ماكسيمم؟ لان ممكن يكون العميل ده ملتزم قوي فيروح بدري جدا، تمام؟ فلو راح بدري جدا ولقاك انت هناك من بدري، هيحس ان انت محتاجه. فاكر القاعده بتاعت هو نيدز هو مور؟ هيقول لك اللي هو ايه ده هو جاي من بدري وقاعد ومستنيني، واضح ان انا اللي على الحجر، واضح ان مفيش غيري، واضح كده ان العميل ده ان السيلز دوت ما وراهوش غيري، فبالتالي هيحس وهيبدا يتنك كده ان انا الجامد، انا التنين، انا اللي هقفل لك التارجت. فبالتالي حضرتك لازم تروح قبل الميتنج ب 10 دقائق، نص ساعه ماكسيمم، مش اكتر من كده. تعالى بقى نخش على اهم 10 دقائق في قلب الميتنج نفسه، وهو اثناء البرزنتيشن. اعمل ايه؟ رقم واحد، مهم جدا جدا، اول خطوه تبدا بيها، قول لي كده في الكومنتات تفتكر هنبدا بايه؟ شايفك ياضيا اللي بتقول هبدا بالتفاصيل على طول. لا طبعا، هتعمل ايس بريك. ايس بريك ده مهم جدا، وده اهم حاجه اثناء الميتنج بتحصل. ليه؟ الايس بريك او كسر الجليد والحواجز النفسيه اللي ما بينك وما بين العميل بتتعمل لسبب مهم جدا جدا جدا. اولا، ان العميل يتقبلك بشكل قوي جدا ويحس ان انت فعلا فعلا حد قريب منه. هيحس ده ازاي؟ عن طريق ان انت وانت بتعمل الايس بريك تعمله ازاي؟ توجد ارضيه مشتركه. يعني خليني اديك مثال، انا النهارده مثلا جاي اقول لك والله انا اسمي محمود ادري، عندي 29 سنه، انا بشتغل في مجال المبيعات بقالي اكتر من 8 سنين، وعندي خبره كذا وكذا وكذا كذا، ممكن اتعرف بحضرتك؟ هو هيبدا يتكلم هو كمان عن مجاله، اوكي، وعن حياته و اللي انت بتعمله ده بتعمله ليه؟ حضرتك بتاخد منه معلومات، المعلومات دي حضرتك بتقلوظها كده على المنتج اللي انت هتبيعه له. لان ممكن مثلا لو انت بتبيع خدمة مثلا زي كورس او انجليش مثلا او اي حاجة، ممكن تقول له طب حضرتك والله التايتل اللي انت وصلت له دوت، لو مثلا خدت الانجليش او خدت حاجة زي كده تفرق معاك في ترقيتك. هتبدأ انت تبرمج العقل اللاواعي بتاعه على انك انت خايف على مصلحته. دي تنفع تبقى ارضيه مشتركه. ممكن ارضيه مشتركه جدا مثلا زي ان انت يعني لو مثلا هو مهتم بالكوره، ممكن تتكلم معاه عن الكوره عادي جدا. ومهم جدا في الايس بريك ما تقولش وجهه نظرك. انا اسف، مع احترامي ليك، وجهة نظرك مش محتاجينها خالص. لاني لو انت سي مثلا يعني بتشجع الزمالك وهو بيشجع الاهلي، هو ممكن يشوف ان انت كده مش معاه. في ناس بتبقى متعصبة جدا، ويفضل اصلا انت ما تجيبش سيرة الكورة ولا سيرة الدين ولا سيرة السياسة في اي ميتنج. ولكن لو حصل فحضرتك لازم توجد معاه ارضية مشتركة وتحاول توافقه. ولو انت مش موافق على حاجة هو بيقولها، ما تبديش رفض ليها، لان احنا هنا مش جايين نتكلم في وجهة نظرك، احنا جايين نتكلم في الميتنج اللي انت المفروض جاي تقعد معاه عشان خاطر تبيع له. فمهم جدا جدا الايس بريك. خلي بالك الايس بريك ده ممكن يطول ويقعد ساعة. هتقول لي يا محمود مش انت قلت لي هعمل برزنتيشن في 10 دقائق؟ هقول لك الكور بتاع البرزنتيشن نفسه من وقت ما انت بتبدا تشرح دول ال 10 دقائق. انما الايس بريك يا باشا براحتك ايس بريك، ولكن برضو ما تافورش قوي في وقت الايس بريك عشان هو ما يحسش ان انت ما وراكش غيره. يعني الايس بريك يكون لذيذ لطيف، وقته مش كبير قوي، وفي نفس الوقت تكون انت اتعرفت عليه وعرفته واتكلمتوا مع بعض، هزرته، حسيت فعلا فعلا او خليته هو يحس فعلا ان انتوا في ما بينكم وما بين بعض حاجه مشتركه ممكن تتكلموا عنها. والحاجه اللي العميل بيبقى عارفها في اي ميتنج لما بيبقى رايح بيبقى غالبا ممكن يكون متوتر شويه. لما انت بتكلمه عن حاجه هو اوريدي بيحبها، بياخد راحته وبيبدا يتكلم. ومهم جدا جدا ان العميل يقول اكبر معلومات واكتر حاجات هو بيحبها، عشان خاطر انت كده بتبني ريليشن مع العميل، مش مجرد بيعه بالنسبه له. تاني خطوه، اكدت على الايس بريك والدنيا تمام وخلاص داخل على البرزنتيشن نفسها. قبل ما تبدا البرزنتيشن مهم جدا تروح ماسك تليفونك من باب الاحترام وتقول له بس هستاذنك تعمل موبايلاتنا سايلنت حوالي نص ساعه، عشان خاطر بس نبقى مركزين مع بعض في الميتنج، وانا كمان بعمل موبايلي قدامك اهوت سايلنت. لما انت تبادر هو مش هيقول لا. مهم جدا النقطه دي. ليه؟ لان ممكن يكون العميل مركز معاك جدا 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 ويجيله مكالمه في وسط البرزنتيشن تخليه ينسى كل اللي انت قلته وتفصل الميتنج فصله رخمه جدا. فمهم قوي 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 خطوه ان الموبايل سايلنت. يلا بينا بقى ندخل على النقطه اللي بعد كده، والنقطه دي مهمه جدا وركز معايا فيها. خلاص هنقول بسم الله وهنبدا العشر دقائق بتوع البرزنتيشن. عايزك تحكي قصة في بداية البرزنتيشن. احكي قصة مكونة من كام حاجة. أول حاجة، تحكي القصة دي عن عميل شبه العميل اللي قاعد معاك، عشان كده الايس بريك كان مهم. اوكي،
تحكي القصة دي، تدخّل فيها إن العميل ده اللي شبه حضرتك وقاعد معايا، أنت فكّرتني بعميل فلاني كنت قاعد معاه وكان بيسألني عن كذا وأنا جاوبته بكذا. مهم جدًا إنك تحكي له عن العميل ده وعن تجربته مع المنتج أو الخدمة بتاعتك، وإن هو قد إيه كان في شَبَه من إمكانياتك أو صفاتك، فبالتالي المنتج بتاعنا خدمه في 1، 2، 3، 4. أنت عارف عملت إيه؟ أقسم بالله العظيم أنت ورّيته النتيجة من قبل أصلًا ما تشرح. ده مهم جدًا، جدًا. قصة مهم جدًا إن هي تتحكي في الpresentation، لإن العميل بينسى المنتج، بينسى كل حاجة، ولكن ما بينساش القصة. كور البرزنتيشن بقى نفسها او البرزنتيشن نفسها، عايزك ما تشرحش اكتر من 10 دقايق، ما تشرحش اكتر من كده. ولو هتنقل ما بين كل خطوة وخطوة، تعمل حاجة اسمها بروسبكتنج او تشويق ما بين كل نقطة ونقطة. زي مثلا انت شرحت له عن الشركة وعن ضماناتها وعن وعايز بقى تنقل على نقطة تانية، هتقول له بقى حضرتك محتاج تركز بقى معايا، لان النقطة اللي فاتت دي لو كانت مهمة، فالنقطة اللي جاية هي اللي هتساعد حضرتك بمنتهى القوة انك تاخد معانا القرار. انت عمال تعمل حاجه اسمها شد انتباه. كل ما تحس ان هو هيريح منك، عمال تشد انتباهه، عمال تشد انتباهه، عمال تشد انتباهه، فبالتالي العميل هيطلع من معاك من البرزنتيشن دي مركز بنسبه تريليون في المية. اخر حاجه بقى في البرزنتيشن، الكلوزنج بيجي بعد ما بتسال او بتاخد الاسئله من العميل. انت خلاص خلصت شرح، تمام كده. ده كله برضو اثناء احنا لسه ما دخلناش على بعض، اوكي. خلاص انت خلصت شرح البرزنتيشن، تمام. هتبدأ تسأله سؤال مهم جدا جدا وركز في صياغته. تسأله كده بالحرف وتقول له حضرتك شايف ايه اكتر حاجة انت حبيتها في قلب اللي انا قلته، وهل في حاجة، ركز بقى، انا ما قدرتش اوصلها لحضرتك. لان في ناس بتسأل سؤال سخيف جدا، تقول له ها في حضرتك في حاجة حضرتك ما فهمتهاش. هيقول لك كل حاجة ان هو فهمها. ليه؟ لأن مفيش بني آدم ما بيطلعش نفسه مش فاهم. يعني إيه مش فاهم أصلا؟ تمام؟ فأنت بتجيب دايما العيب عندك، الحلو عند العميل والعيب عندك أنت. حضرتك في حاجة أنا اللي ما قدرتش أوصلها ليك. هيبدأ يقول لك عن الحاجات الإيجابية اللي هو شافها، وهيبدأ يسألك شوية أسئلة. الأسئلة دي حضرتك بتجاوبها وبتعمل حاجة اسمها الكلوزنج. الكلوزنج أنا هكلمك عنه سريعا دلوقتي، ولكن في بلاي ليست كاملة اسمها كلوزنج، جايب لك مواقف كتير جدا جدا تعمل فيها ايه مع أسئلة، كلها شورتات ما بتزيدش عن دقيقة. مهم جدا جدا انك تتفرج عليها، هتفيدك بشكل غير طبيعي في كلوزنج اي برزنتيشن في الكوكب. واي سؤال يتسأل في الحياة حضرتك هتلاقي نفسك عارف اجابته، تمام كده. ولكن لما بنيجي نجاوب بالكلوزنج او لما بنيجي نعمل الكلوزنج وبنجاوب على الأسئلة، بنجاوب على الأسئلة في صورة قصة. مثلا والله قال لك ايه اللي يضمن لي ان المنتج اللي انت بتكلمني عنه بيعمل 1، 2، 3، 4. هتبدأ تحكي قصتك انت الشخصيه، او قصه عميل كان موجود قبل كده، اوكي، وقال نفس السؤال، ويكون العميل ده ايجابي، وانتهت الديل وانتهى الميتنج بتاعه بان هو اشترى. ليه؟ عشان خاطر وانت بتجاوب يربط اجاباتك بالعميل اللي شبهه واللي كان بيسأل نفس اسئلته، فبالتالي يكون قراره في النهايه يس دن، مش اكتر من كده. طيب، لازم أن تكون فاهم حاجه. لو العميل ما خدش القرار في الميتنج الاول، هو انت مش مطلوب اصلا منك ان العميل ياخد القرار في الميتنج الاول. ليه؟ وظيفة اي برزنتيشن في الدنيا، ودي حاجة لازم تكون فاهمها في عقلك، مش ان العميل ياخد قرار. وظيفة اي برزنتيشن في الدنيا انك ترمي البذرة في الارض. بمعنى حضرتك قاعد معاه بتزرع فكرة عن الحاجة اللي انت بتتكلم عنها، تمام كده. فبمنتهى البساطة 20% بس من الكلاينتس اللي هتقابلهم في حياتك هم دول اللي هياخدوا القرار في الميتنج الاول. طيب هو ما بدأش او ما خدش القرار في الميتنج الاول، حضرتك بتعمل حاجة اسمها رمي للفولو اب. بترمي لميتنج تاني عشان خاطر تبدأ ان انت تعمل مكالمة الفولو اب. وهنا ندخل على بعد البرزنتيشن ايه اللي بيتم. بعد البرزنتيشن اللي بيتم مهم جدا جدا تركز فيه معايا. تركز معايا في ايه؟ ان بعد البرزنتيشن بتبدا من نهايه البرزنتيشن. الفولو اب مش بتبدا من تاني يوم، مش بعد ساعه من الميتنج. الفولو اب بتبدا من بعد نهايه البرزنتيشن بثانيه. بتبدا في نهايه البرزنتيشن نفسه، اوكي. عشان كده بترمي مكالمه فولو اب، بتقول له حضرتك انا هبعت ليك شويه داتا على الواتساب،
تمام كده؟ الداتا دي ان شاء الله باذن الله هتعرفك اكتر وتبعت له الداتا دي. اوكي، ده انت كده بتعمل اول خطوه في الفولو اب. وتساله سؤال مهم جدا، تاخد منه ميعاد ميتنج تاني بعد 48 ساعه، مش اكتر من كده. اوكي، عشان خاطر ما يبداش ينسى اللي اتقال له اصلا في قلب الميتنج. تمام كده؟ فمهم جدا جدا ان انت ترمي فولو اب في نهايه الايه، في نهايه الميتنج. طيب حضرتك دلوقتي وصلت معايا لحد هنا، عايزك برضو تبقى مركز في نقطه مهمه جدا. في نهايه الميتنج لازم تبدا ان انت تبعت ادلي على فيسبوك. مهم جدا جدا ان تعرف هو بيقعد على اكتر ابلكيشن ايه، وتقبل وتعمل له اد عليه. طب ليه؟ او تعمل له فولو عليه. ليه الخطوه دي مهمه؟ الخطوه دي مهمه لان طبيعي ان انت هتكون بتتكلم عن شغلك على الاكونت بتاعك. تمام كده؟ ويا ريت تكون عامل اكونت بيزنس اصلا خاص بالبيزنس بتتكلم فيه عن البرودكتس بتاعتك وعن السيرفيس بتاعتك. تمام كده؟ ولو عندك بيج يا سلام. تخليه يعمل لايك ليها وتعمل له اد على فيسبوك. ليه؟ لان برضو دي خطوه من خطوات الفولو اب، هتخليك طول الوقت في دماغ العميل. بمجرد ما اي بوست ينزل، بمجرد ما اي حاجه انت بتعملها، اي ستوري بتنزلها، اي فيديو، اي شورت، اي حاجه انت بتعملها، هو بيشوفها. ولما بيشوفها بتفضل في دماغه، ولما بتفضل في دماغه بيفضل منتجك وخدمتك كمان في دماغه. فهنا انت عملت حاجه مهمه جدا جدا جدا، زرعت الزرعه ولسه بترويها الرواية دي اللي هي الفولو اب. لو عملت الحاجات اللي انا بقول لك عليها دي، مليون في المية البرزنتيشن بتاعتك هتجيب جون، هتجيب جون. طيب في نهاية البرزنتيشن بقى وبعد البرزنتيشن خالص، وارد ان كل الناس اللي تطلع معاك هتكون ايجابية بالمنظر ده؟ نو. امال ايه اللي هيحصل؟ هيقابلك ناس نيجاتيف. بس ليه؟ سلبيين من اجل السلبية، ناس بتشكك في هدومها. الناس دي تعمل معاهم ايه؟ عايزك تفرق ما بين الشخص الايجابي والشخص النيجاتيف. انا ما بصنفهمش غير كده. الايجابي اللي هو بياخد القرار، ونوع تاني ايجابي اللي هو عنده اسئله وعنده تشكك. ده مش سلبي، ده ايجابي بس عنده تشككات محتاج يطمن. عشان كده انت بينفع تعمل فولو اب لحد 5 ميتنج. محمود ممكن اقعد مع كلاينت 5 مرات، ممكن تقعد مع كلاينت 5 مرات لحد ما يشتري، عادي جدا. انا بكلمك والله العظيم من خبرتي. طيب النيجاتيف بقى اللي هو مش بيصدق اي حاجه انت بتقولها له. عارف انت لو قلت له والله ده المنتج ده مثلا مترخص من كذا كذا كذا، وادي التراخيص اهي وروح اسال، يقول لك لا لا، انا ايش ضمني اصلا ان دي وزاره الصحه؟ انا ايش ضمني يعني ان دي وزاره الصحه؟ حضرتك دي وزاره الصحه، لا انا مش يمكن تكون وزاره التربيه والتعليم. في ناس كده خلي بالك هتقابلهم دول، فكك منهم ونكست وان على طول. في بقى كام ملاحظه ممكن تحصل معاك اثناء البرزنتيشن، محتاج ان انا اكد عليك فيهم قبل ما ننهي فيديو النهارده. رقم واحد، لو عميل سالني في وسط البرزنتيشن سؤال، اعمل ايه؟ اجاوبه ولا اكمل شرح؟ بتعمل حاجه مهمه جدا، بتكتب سؤاله في نوت بوك معاك. مهم جدا تعمل كده وتقول له حضرتك بص انا كتبت سؤالك، اوكي، عشان خاطر ما انساهوش، وبالتاكيد انا هجاوبك في نهايه الميتنج. لانك حضرتك لو جاوبته في وسط الميتنج هيسال سؤال تاني، وهيسال سؤال تالت، وهيسال سؤال رابع، ومش هتعمل برزنتيشن، هتبقى مجرد فقره اسئله واجوبه، اسئله واجوبه. واكيد انت كده مش هتكون وصلت كل حاجه انت عايز توصلها. ده مهم جدا. رقم اتنين، ما تنساش تحكي قصة. الناس بتنساك ولكن ما بتنساش القصص. رقم ثلاثة، لازم تبقى فاهم ان الكلاينت بيشتريك قبل ما بيشتري المنتج بتاعك. يعني ايه بيشتريني دي يا محمود؟ هو انا للبيع؟ ما تاخدهاش على صدرك قوي كده. انا اقصد ان انت الصورة اللي بتبيع الحاجة اللي وراك. فبمنتهى البساطة دخلت دماغ العميل هيشتري حاجتك، ما دخلتش دماغ الكلاينت مش هيشتري حاجتك. وده مهم جدا جدا تعمله عن طريق ايه؟ عن طريق الايس بريك والتحضير اللي احنا كنا متكلمين عنه قبل البرزنتيشن. انا عايز اقول لك ان فيديو النهارده كده خلص، ولكن استنى استنى استنى، في حاجه مهمه جدا عايزك فيها. انت رايح فين يا راجل انت؟ ببساطه جدا، عايزك تركز معايا جدا وتكتب لي في التعليقات لو انت استفدت من الفيديو ده، قول لي استفدت. وكمان لو عايزني اعمل لك طريقه عمل البرزنتيشن الاونلاين لانها بتختلف، وطريقه عمل الجروب برزنتيشن الاونلاين، سواء هتطلع او سوري سواء هتكون اونلاين او سواء هتعملها على ستيج هتكون في مثلا قدامك 20 30 40 الف 2000 3000. لو انت من النوع اللي بيقابل ناس بالمنظر دوت، عرفني وهعمل لك حلقه ملهاش علاقه بالكورس، هتكون قويه جدا جدا ان شاء الله باذن الله، عن ازاي ان انت تعمل برزنتيشن اونلاين او تعمل برزنتيشن اوفلاين. لان كل حاجه
وليها تحضيرها، سواء جروب برزنتيشن او سواء 1 تو 1، سواء اونلاين او سواء اوفلاين. وعاوزك لحد دلوقتي لو ما عملتش سبسكرايب للقناه تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو، ده مهم جدا عشان بيخلي الفيديو يوصل لناس تانية كتير. واخر نقطه، الدرس اللي جاي، عارف الدرس اللي جاي عن ايه؟ الدرس اللي جاي مهم جدا، لا جدا، لا جدا 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 فوق ما انت متخيل. ليه يعني؟ عشان خاطر احنا هنتكلم عن اهم او اكتر 10 اعتراضات بيقابلهم اي سيلز في الكوكب. هخليك مهندلاتي، هقول لك ازاي تعمل هاندلنج اوبجكشن لاي اعتراض هتقابله في الحياة. من الاخر كده الدرس اللي جاي ده هيخليك خارج كده اللي هو ايه، انا عايز اقابل اي حد يكون عنده اعتراض، انا ما عنديش مشكله مع اعتراضات البشر، انا نفسي حد يقول لي اعتراض. هتبقى رايح اصلا عايز تعمل برزنتيشنز عشان كده، زي ما انت النهارده هتبقى خارج ان شاء الله باذن الله لو طبقت كل كلمه بقولها لك، هتبقى عايز اللي هو ايه، تعالى نعمل برزنتيشن، عايز اعمل برزنتيشن، عايز اعمل لاي حد برزنتيشن، اي حد هتشوفه في حياتك هتبقى عايز تعمل له برزنتيشن، لان البرزنتيشن مهاره مهمه جدا 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 كل الناس محتاجاها. انا كده خلصت كلامي خالص. ما تنساش تعمل لايك وكومنت وسبسكرايب، وما تنساش شعار القناه، خلي الرساله توصل لك، خلي الرساله توصل للعالم. انا محمود ادري، اشوفك الفيديو اللي جاي، سلام.